مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، النهاردة في حلقتنا حبينا نتكلم عن المواصلات. وفي حديثنا عن المواصلات فيها شقين: الشق الأول داخل المواصلات نفسها، والشق الثاني خارج المواصلات. طبعا عزيزي المشاهد، احنا بنتكلم على المواصلات في العاصمة وفي القاهرة. يعني العاصمة هي القاهرة والقاهرة هي العاصمة. تمام. عزيزي المشاهد، احنا مش هنتكلم على داخل المواصلات في هذه الحلقة، ولكن في الحلقة القادمة. أما خارج المواصلات، فخارج المواصلات الحقيقة ما كنتش عارفة أبدأ بإيه ولا إيه. في البداية يا عزيزي المشاهد، أحب أتكلم عن المحيط اللي بيحيط بالمواطن وهو مستني المواصلات. هو بيبقى الحقيقة محيط من مزيج من الضوضاء ومزيج من أول أكسيد الكربون، وهو من الغازات السامة حسب ما أعتقد. فهو بيبقى أمبيانس أو محيط من ثاني أكسيد الكربون. المواطن بيبقى حاسس إنه محاط بالعوادم ومحاط بموسيقى تصويرية لطيفة جدا وهي الكلاكسات، كما إنه محاط أيضا بأصوات دعوات من الشعب المصري، زي ربنا يبارك لك يا ابني، اركبي يا ماما، اركبي يا حاجة، على جنب الله يكرمك، وأصوات أخرى ودعوات أخرى. عزيزي المشاهد، النقطة التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي نقطة تخص أنواع المواصلات. عندنا الحقيقة ميكروباص، وعندنا تاكسي، وعندنا أتوبيس أو ميني باص. دي غالبا المواصلات اللي موجودة في بلدنا. بالنسبة للميكروباصات عزيزي المشاهد، انت بالنسبة للميكروباصات ف انت عندك إشارات للميكروباصات. فانت يا عزيزي المشاهد، لو انت مش عارف او مش من المنطقة، مش عارف ايه اشارات الميكروباصات، هتبتدي تستخدم ذكائك في فهم هذه الاشارات. وهذه الاشارات تنقسم الى عدة اشارات، منها كده ومنها كده ومنها اشارات عديدة انت مش فاهم هي ايه، ولكن هتحاول مع مرور الوقت تفهمها. زي دي، اعتقد ان دي الدقي مثلا، دي جيزة، مش عارفة ليه دي جيزة. وأشياء أخرى زي عندنا في اسكندرية في 45، سهلة دي سهلة، وفيكتوريا وأشياء أخرى. فأنت يا إما هتعتبر دي نوع من أنواع الأحاجي، أعتقد جمع أحجية أو فوازير وتحاول تجاوب عليها في دماغك. أما بالنسبة للتاكسيات فهذا موضوع آخر طويل، مش هنتكلم عنه النهاردة لأنها كمان أجرة. لكن احنا بنتكلم على الأتوبيس أو الميني باص. الأتوبيس والميني باص في القاهرة تحديدا بيبقى عليه عزيزي المشاهد أرقام في البداية، والرقم واضح جدا. لكن انت لو مش حافظ الرقم، مش حافظ بيودي على فين، فهتضطر تقرا المعلومات اللي بتبقى مكتوبة، الأماكن اللي بيروحها هذا الميني باص. فطبعا عزيزي المشاهد، انت بتحاول تقرا من كمية معلومات مكتوبة، وهي حوالي 15 16 17، ممكن توصل ل30 مكان بيروحوا الأتوبيس. فتبتدي مخك يقولك إنه هذا الأتوبيس ربما يكون بيلف العالم، ومش هتلحق تقرا طبعا بيروح فين وجاي منين، فهتضطر تسأل سواق الأتوبيس: بتروح الحتة الفلانية؟ آه أو لأ. هي دي الإجابة. كل ده عزيزي المشاهد ما تكلمناش عن معنى كلمة موقف. ده سؤال المشاهدين في المنازل، يا ريت تحضروا الإجابات وتبعتوها على عنوان البرنامج. شكرا.